السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب مبوتة، سندوتشات سندوتشات سندوتشات، ده سندوتشات يا جماعة في الحر اللي احنا فيه ده. الجو صعب يا جماعة ومش متحملينه. مش قادرة اطلع من التكييف. اطلع من التكييف اخش على المطبخ اجري تاني، مش عايزة اطبخ. طب هعمل ايه؟ الولاد قايمين جعانين، هنفكر نعمل ايه يا جماعة في الحر ده؟ بجد يا جماعة الموضوع صعب جدا. الحر والبيوت بيوت صعبة جدا، ربنا يكون في عوننا ويأجرنا من نار جهنم ان شاء الله. حاجة صعبة وفوق الوصف. مش قادرة اطلع من قدام المروحة ومش قادرة اطلع من قدام التكييف. طب هنعمل ايه؟ كل يوم هنقوم نطبخ؟ لا، في الحر ده يا جماعة بجد نقضيها سندوتشات، نقضيها حاجات بسيطة. البطل الرئيسي يا جماعة في اللي احنا فيه ده كله في المطبخ في الايام اللي احنا فيها دي بطاطس، ثم البطاطس ثم البطاطس. هتقولي لي البطاطس غالية، مش مشكلة يا حبيبتي، نيجي على نفسنا علشان احنا مش قادرين نطبخ غير البطاطس. بطاطس محمرة بطاطس محمرة، حمر واجري واجري من المطبخ، حمر واطلع من المطبخ. خلاص يا جماعة الجو صعب بصراحة، يعني ما الولاد قايمين جعانين. طيب هتصرف، هطلع برجر وهطلع بطاطس واحمر، اعمل إيه اكتر من كده؟ عن نفسي انا بتعب، عن نفسي بطلع من الأوضة وبسيب التكييف وبطلع وبشتغل عشان أأكل الولاد. هضطر أعمل لهم سندوتشات بسيطة، وده أكلة وده غدوة وهتبقى جميلة إن شاء الله. بدل من إيد أم بوتة، فإحنا هنعمل حاجات مظبوطة. أي حاجة بتعملها لولادك بحب هيرضوا بيها وهياكلوها بحب وبنظافة. الجو يا جماعة صعب والله بجد، ما تضغطوش علينا يعني وتقعدوا تقولوا عشان الولاد ومش عشان الولاد. طبعا يا جماعة لو بعتنا نجيب سندوتش البرجر من بره الوقت بقى برقم قياسي. طب وليه نجيب الرقم، ليه نجيب السندوتش من بره؟ هنجيب البرجر احنا من بره. لو مش عاملاه في بيتك ممكن تعمليه والطريقة سهلة، ابقى اعمله لكم وانزله لكم على القناة ان شاء الله. هنجيب البرجر بتاعنا ونعمل احلى سندوتش. وهعمل معاكم النهارده صوص الجبنه الفاخر من الاخر بتركات ام بوته، على طريقتي وحصري عند ام بوته. صوص الجبنه هتشوفوه بطريقه حصريه على القناه. لو مش بتعرفي تقلي البطاطس يا حبيبتي تعالوا انا اعلمك تقلي البطاطس ازاي. ده غدا ده يا جماعه ولا مش غدا يا جماعه؟ يعني اختي تتصل بيا وتقول لي اطبخي يا حبيبتي لقمه للولاد، وانا كده مش طبيخ؟ وانا لازم علشان اطبخ للولاد اوقف في الحر كل يوم واطبخ للولاد؟ سامعاني يا اختي يا عزيزتي؟ ما هو ده طبيخ. سندوتشات سندوتشات، قضيها في الحراره اللي احنا الحراره العاليه اللي احنا فيها دي سندوتشات. كل ما هو سندوتشات، كل ما هو بطاطس بطاطس. هنعمل صوص الجبنه مع بعض بطريقه احترافيه، انا اللي معتمداها وبعملها بالسندوتشات بتاعه البرجر دايما، ومعتمداها ومجرباها. ولو جربتيها هتقولي لي تسلم ايدك يا ام بوته، المقادير المظبوطه. معاكي جبنه مثلثات او معاكي اي جبنه كريمي، هينزل معاهم بحبه مايونيز، يعتبر معلقتين مايونيز، وهنعلق عليهم النار. هننزل بحبه لبن اقل من ربع كوبايه لبن، وهندوبهم مع بعض على النار. عندك قطعه جبنه رومي ماشي، مفيش ما تحطيش براحتك، ده المتاح عندك حطي. انا احط عندي قطعه واحده بالظبط هحطها عليهم. هفضل اقلب فيهم قطعه واحده يا جماعه، مش اكتر من كده عادي. ما عندكيش ما تحطيش معاها بهارات. الاساسي بقى يا جماعه في الموضوع كله بهارات بطاطس. هاتي حبه بهارات بطاطس وحطهم في الخلطه اللي انا حطيتها مع المايونيز ومع اللبن ومع الجبنه اللي هي الكريمه او الجبنه المثلثات، ودايبوهم على النار لغايه ما يندمجوا مع بعض كده ويعملوا ميكس حلو. وانت بتقلبي هيتقلوا في ايديكي. هتوصلي للمرحله دي، سيبوهم يغلوا شويه مع بال نقلب البرجر ونرجع تاني للصوص الجبنه. شوفوا يا جماعه ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، حاجه كده يعني فاخر من الاخر. الطريقه دي انا اللي معتمداها ومجرباها، بعملها دايما في سندوتشات البرجر. ده غدا يا متعلمين ولا مش غدا؟ طريقه صوص جبنه ولا مش طريقه صوص جبنه؟ قولوا بقى تسلم ايديك يا ام بوته. وكل واحده حلوه كده عندي في القناه تكتب لي كومنت حلو وتعمل اشتراك وتعمل لايك للقناه. ويا حبايبي الحلوين اللي راحوا البحر يا ريت تعرفوني في اناديل في البحر ولا لا، لان بجد انا محتاجه اروح البحر وخايفه من فكره الاناديل. يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، لان شهر 7 وشهر 8 طبعا معروف ان في اناديل كتيره في البحر. فمش عارفين بقى يعني الاناديل ابتدت تخف ولا لا. عموما هنسال وانتوا هتجاوبوا عليا يا حبايب قلبي. بصوا يا جماعه اهم حاجه ما تيجي تقدمي طبق الولاد كده تقدميه بحب، تقدميه كده بحاجات جميله، تعملي كده حاجات الولاد يحبوها. العين طبعا بتاكل قبل ما البق بياكل، فانا اضطريت ان انا يعني اجمل الطبق للولاد كده بحاجات جميله. عندك خيار، عندك طماطم وفلافلايه. هنعمل سندوتشاتنا كده بكل حب وحاجه خفيفه بقى. انا كنت متلجه كركديه، هعمل لهم كركديه. عندك حاجه ساقعه اعملي عصير مانجا، المانجا كتير، كتري كتري من المانجا، المانجا كتيره ورخيصه في السوق يا جماعه ما شاء الله. اعملي عصير وحطي في التلاجة للولاد يشربوا، ما شاء الله في فيتامينات عاليه وفيها حاجات عاليه كتيره. هاتي مانجا كتير، المانجا كتيره ما شاء الله في السوق ب20 وب30 يا جماعه.
المانجا السكري ب20 وب30، اللي عايز يجيب كمان ويخزن، ما شاء الله والحلقة الا بالله، حاجات جميله. الاسعار في المانجا اقل من اي فاكهه في السوق السنه دي، لانها نازله كتير السنه دي. بصوا يا جماعه السندوتش ما شاء الله والحلقة الا بالله مع صوص الجبنه. ولا ما قصرتي يا ام بوته وعملتي غدا مظبوط. بصي يا حبيبتي يا اختي، ما تتصليش بيا تاني وتقولي له اطبخي للولاد، ده طبيخ ولا مش طبيخ يا اختي؟ طبخت وتعبت وطلعت من قدام المروحه وقعدت في المطبخ والدنيا حر،